نسرين طافش وديما بياعة حربوا تصريحات جديدة بعد 12 عاما. ما بتقدر تطلع ببرنامج إلا وتأذي حدا، لازم تطلع وتأذي زوجك على علاقة بفلانة وإذا مانك مصدقتيني تحري. كشفت نسرين طافش عن تعرضها لما وصفته بظلم كبير واتهامات بالخيانة من فنانة سورية لم تذكر اسمها. اتهمت طافش هذه الفنانة بنشر إشاعات كاذبة عنها وعن زوجها السابق الفنان تيم حسن. رغم عدم ذكر اسم ديما بياعة صراحة، اعتبر العديد من المتابعين أن طافش تشير إليها بشكل واضح، خصوصاً أن رواية نسرين طافش تتطابق مع تصريحات سابقة لبياعة التي وجهت إليها نفس الاتهامات. أنا من زمان والإشاعة باطلة وباطلة كلياً، وكانت إنسانة كاذبة وما قصت لسانة للأسف غير بعد ما رحت رفعت عليها دعوة وكسبت عليها القضية. وصفي لي اليوم اللي صار اكتشفت الخيانة بحياتك. كان يوم شو؟ كان ما بدي أذكر كتير عن هيدا الموضوع، فوت بتفاصيله لأنه خلص يعني، بس هقول لك بتذكر اجتني مسج من فاعل خير قال لي انه انت يا هبله مسبات يعني وماشي المي من تحتك وانت مانك عرفانه. وقال لي ذكر لي اسمها انه زوجك على علاقه بفلانه واذا مانك مصدقتيني تحري. انا ما باخذ بالحكي، كثير بيجيني تليفونات. فلانه؟ نسرين طافش. يعني بقولها صديقتك؟ صديقتي الممثله، زميلتك بصبايا 4 سنين، مو غير زميلتي وممثله وهيك، وحده فايته بيتي واولادي وانا بعرف فايته على بيتها وزوجها يعني صداقه صداقه. يعني كان في بوح، يعني كان في تخبروا بعض طبعاً. مشاكل. طبعا تخبري عن زوجك او طليقك؟ لا انا لهلا ما بحكي عن معرفاتي خصوصياتي، بحس انه ما بيصير الواحد يحكي، يعني هي اسرار البيت يعني ما بيصير تطلع. لم تكتفي بالصمت تجاه هذه الاتهامات، بل ردت على متابعيها عبر تطبيق تيك توك، موضحة أن القضية أصبحت من الماضي وأنها انتهت. أوضحت بياعة أيضاً أن طافش قد ربحت قضية ضدها تتعلق بالشتم والقذف، لكنها أكدت أن هذا لا يعني صحة الادعاءات التي وجهتها إليها طافش. كما أشارت بياعة إلى أنها عفت عن طافش وأن القصة انتهت، متسائلة عن سبب إعادة طافش إثارة الجدل حول القضية من جديد. مين في محامين؟ حدا يخبرني، في عندي محامين هون؟ محمد، مين محامي؟ أنت بس محامي؟ طيب محمد، أسألك سؤال يمكن أنت تقدر. واحد قانون، واحد طلع حكى عن حدا بالتلفزيون، أوكي؟ الله يسعدك. بيجيت أنا هلأ هي طلعت حكت عني، أنا بقدر بكرة أنزل أرفع دعوة فيها شتم وقذف. طيب بس هذا هل يلغي إنه الشخص اللي حكاه هو صدق ولا كذب؟ بليز جاوب. بليز جاوب. عملوا له بن. اوكي، هاي القضيه اللي ربحتها، انه انا قلت استخدمت جمله بالقضاء تعتبر ضدي لانه ذكرت اسمها، يعني كان فيني احكي كل القصه وما اذكر اسمها مثلا، فهمتوا؟ بس عفى الله عما مضى والقصه راحت والحمد لله الحمد لله مشي الحال. فاي قضيه اللي ماسكه عم تركضي فيها. نسرين طافش رفعت دعوة سب وقذف ضد طليقتك ديما بياع. لو دفاع ديما طلبك للشهادة حتشهد لمصلحة مين في القضية؟ هذا من الأسئلة اللي كويس إني أنا قبل شوي قلت لك إنه أنا منصوح إنه ما يكون في كلام بهذا الموضوع، بعيد عن ما يحصل، بعيد عن هذا المسلسل، مسلسل ديما ونسرين. مسلسل ديما ونسرين مسلسل لذيذ. لذيذ عشان أنت المحور بجد. الله يخلصوا على خير. علاقتك سيئة بنسرين طافش ليه؟ لا صورت بالإخوة، بس ما كانش فيه أي تعامل بينك وبينها، وصلني كده. لا صورنا بأحد المشاهد مع بعض، مشهد واحد تمام. برا الكاميرا ما كانش فيه تعاون. أنا سألت إذا هي بتجي أو لا، ما كان في عندي أي مشكلة. ما كانش عندك أي مشكلة عشان تسوق المسلسل كويس؟
لا يعني طبعا نسرين اسم اكيد كويس، لكن المسلسل ما له بحاجه تسويق، مليان نجوم وممثلين.